نشكروا المغاربه خاوتنا على حسن الضيافه، والله غير ما شاء الله. مبروك عليهم الفوز، والجزائريين اللي راهم جايين مرحبا بكم، والله اجواء راهي جد رائعه، ونشكركم والله ما لقيتش حنقول غير الشكر. بارك الله فيكم، فيها خير. نتمنى فينال الجزائر والمغرب، اللي داها تخرج على خوه نورمال، لا دينا احنا ولا ديهم. هذه من بين أو يكتب لي المساعد يقول لي وضعوا المنتخب في أحسن إقامة بالقرب من الملعب في الرباط. طبعا نقلها هو مشجع جزائري يعبر عن سعادته من الاستقبال. مغاربة يشكرون الجزائريين الذين حضروا الاحتفال معهم بالفوز بالنقطة الحدودية إلى آخره. نعم، هذا بتاع النقطة الحدودية يعني بعد ما فاز المغرب في المقابلة الأولى. أنا مش مهتم كثير لا بالمقابلات ولا بالآخر، خاصة في هذه الظروف وفي أوضاع بعد غزة وأوضاعنا المؤلمة. يعني حتى لو نسينا غزة، أوضاعنا المؤلمة ما هيش تاع فرحة وانتع ربما شوية شباب قد يكون لهم هذا جو. لكن شوف، هذا يذكرنا أن الشعب الجزائري جزائريين خرجوا في عدة مدن. كان كل ما يفوز المغرب في كأس العالم الماضية في قطر، كل ما يفوز المغرب يخرجوا الناس في عدة مدن، خاصة في المنطقة الغربية ولكن أيضا في المنطقة الشرقية، في الجنوب، في العاصمة، خرجوا يحتفلون. في هذاك الوقت يخرج تلفزيون يقول لك خسرت إسبانيا، أقصيت إسبانيا اليوم من تأهل إلى الدور القادم. أمام من؟ ما قالولناش. قبل إسبانيا كان بلد آخر، بعدين جاء البرتغال، ما قالولناش. فالناس يقول لك هذه رانا أمام نظام حكم ودولة ولا أمام والله أطفال صغار ما يتصرفوش هاك، ناس فاقدين عقولهم ما يتصرفوش هاك، ناس دروغي ما يتصرفوش هاك. هاي الدولة اليوم في أيدي مافيا متخلفة تنشر الكراهية، تنشر الفساد، تريد عداوة مستمرة بين الشعبين. والحقيقة أن النظام المغربي أذكى منهم مليون مرة. كي يحط المنتخب الجزائري في أفضل إقامة ممكنة وقرب الملعب اللي يلعب فيه، هذه إشارة ذكية للجماهير الجزائرية، للشعب الجزائري، للفريق. نحن نبجلكم، نحن نضعكم في موضع أفضل من الآخرين، نحن نقدركم لأنكم إخواننا. واللي ما يقولوهاش، ولأن المافيا العسكرية نتاعكم راح تقول لكم العكس، فسترون العكس. ولذلك كلما بالغت المافيا العسكرية في نشر الأكاذيب والأراجيف، قابلها النظام المغربي بدهاء بتقديم الأفضل ما لديه للجزائريين. طبعا هنا ينتصر النظام المغربي في معركة السردية، في معركة الإعلام، في معركة التواصل. وأنا هنا أحييهم لأن هنا هذا دهاء وذكاء مقابل مافيا متخلفة شديد التخلف تحكم البلاد كثكنة، ويا ليتها كانت ثكنة مرتبة ومنظمة.